طلاب تانية اعدادي على اليوتيوب، ايه الاخبار؟ يا رب دايما كويسين. معاكم مستر احمد عادل مدرس المرحله الاعداديه. ان شاء الله النهارده هنكمل سلسله حل كتاب المعاصر على اليوتيوب، والنهارده معانا ليسون 3 يونت 2. فبسم الله كده نبدا ونشوف اول سؤال معانا. احنا في صفحه 77. فتعالوا معانا نشوف اول سؤال. Your online posts and comments help to build your online نقط. الاونلاين بوست، البوستات اللي انت بتنزلها اونلاين والكومنتات دي بتبني ايه؟ يور اونلاين ايه؟ الهويه الاونلاين بتاعتك اللي هي الايه؟ يور اونلاين ايدنتيتي. ايدنتيتي يعني هويه. فوت برنت يعني بصمات مش تنفع، وكولكشن تجميع مش تنفع، وكلو يعني اثر او دليل. Be careful what you post online because it might stay there نقط. خلي بالك من الحاجات اللي انت بتعمل لها شير او بتنزلها اونلاين عشان ممكن تفضل للابد. يبقى might stay there ايه؟ forever. يعني ايه forever؟ للابد. The map was a nod to the treasure. treasure يعني كنز، وماب يعني خريطة. فالخريطة كانت ايه؟ كانت كلو، اثر او دليل للايه؟ للكنز او التريجر. 4 my hobby is to نقط all the coins from around the world. الهواية المفضلة بتاعتي ان انا اجمع كوينز. يعني ايه جمع؟ يعني collect، وبتساوي كلمة تانية برضو اسمها gather. يعني بجمع الكوينز من كل انحاء الايه؟ العالم. A footprint that's created when you choose to share a photo is a نقط footprint. أنا عندي two kinds of footprint. عندي active وعندي passive. إيه هي الأكتيف؟ لما أنت تعمل حاجة بإرادتك على الإنترنت دي اسمها active. لكن لما حد يعمل حاجة من وراك بدون علمك without your knowing دي كده تعتبر passive. هنا بيقول لك أنت نزلت صورة أو عملت شير لصورة، يبقى ده إيه؟ active، ده بعلمك، يبقى active footprint. It's not kind يعني مش من المؤدب او مش من الكويس ان انت to post نقط comments about other people، ان انت تعمل كومنتات ايه للناس التانية unkind. Social media can be fun but also dangerous. السوشيال ميديا ممكن تكون ممتعة ومرحة بس في نفس الوقت خطيرة. If you are not، لو انت مش حريص، يبقى if you are not careful. lazy يعني كسول، stupid يعني غبي، وgreedy يعني جشع وطماع. My note is important to me so I'm careful about what I share. أنا دايما باخد بالي من الحاجات اللي أنا بعمل لها شير عشان إيه مهمة بالنسبة لي؟ الايدنتيتي. يعني إيه ايدنتيتي؟ الهوية بتاعتي. He was very not with his money and saved it for the future. هو كان يعتبر إيه مع الفلوس بتاعته، عشان كده حوش جزء منها كبير للإيه؟ للمستقبل. هو كان smart. يعني إيه smart؟ يعني ذكي. People use نقط to send letters. الناس بتستخدم ايه عشان يبعتوا خطابات؟ يبقى بتستخدم stamps. يعني ايه؟ طوابع. 11 A footprint that happens without your knowing يعني بدون معرفتك، يبقى تعتبر ايه؟ active ولا passive؟ لا تعتبر passive يا مستر. ليه passive؟ عشان دي من بدون معلم علمي، يعني بدون انا ما اكون عارف، فدي تعتبر passive. لكن لو حاجه انا اللي عملتها او بمعرفتي تبقى active footprint. Social media can show others who you are. السوشيال ميديا بتقدمك للناس او بتعرف او بتعرضك للناس الشخصيه بتاعتك او بتعرفهم عليك اكتر. يبقى show هنا السينونيم بتاعها ايه؟ السينونيم بتاعها present يعني يقدم وايه؟ ويعرض. collect يجمع مش هتنفع، وhide يعني يختبئ، وchoose يعني يختار. نقط means for all time or always يعني حاجة دائمة موجودة للأبد. يعني إيه؟ يعني forever. رقم B never مش هتنفع، ولا sometimes ولا temporarily. Online note is the way a person presents themselves on the internet. الناس اللي بتقدم نفسها أو بتعرض نفسها على الإنترنت، فده يعتبر إيه؟ يعتبر الهوية بتاعتهم، يبقى online identity. He left نقط many clues that helped the police. يعني خلى وراه أو ساب اثار وراه كتير ودلائل كتير خلت البوليس يتعرف عليه او يجيبه. يبقى he left ايه؟ he left behind. You should be careful نقط what you post online. يبقى تخلي بالك من الحاجات اللي انت ايه؟ اللي انت بتعملها او بتنزلها اونلاين. يبقى careful with what you post online. نخش على الجنرال اكسرسايز على ليسون 3 صفحة كام؟ هقول لك حالا. صفحة 79. He likes to not stamps as a hobby. هو عايز اقول لك بيحب يجمع الطوابع. يجمع يعني ايه؟ يجمع يعني collect.
your digital footprint is part of your online نقط of your online ايه identity هويتك على الانترنت. a car نقط by millions of people around the world. هنا عايز اقول لك ان العربية بيتم استخدامها، مش هي اللي بتستخدم، بيتم استخدامها. يبقى الجملة هنا ايه باسيف، وما دام الجملة هنا باسيف بجيب الاوبجكت في الاول اللي هو المفعول وبستخدم يا ام يا از يا ار. طب اكار هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد يا مستر، فتاخد از وبعد كده التصريف الكام؟ التالت، يبقى is used by millions of people، بيتم استخدامها بواسطة ملايين من الناس. This door should not closed at all times. عايز اقول لك ان الباب ده لازم يفضل مقفول في طول الوقت. طيب هو الباب هو اللي بيفضل مقفول صح؟ يبقى this door should keeps ولا keep ولا be kept ولا is kept؟ لازم يتم او يفضل مقفول طول الوقت. هنا الباسيف الباب ايه؟ الباب هنا باسيف، الباب هنا اوبجكت، فايه should وبعد كده احط be وبعد كده التصريف الكام؟ التالت، يبقى should be kept. رقم سي. نيجي للسؤال اللي بعد كده. اكتف الاول يعني اللي هو الاكتف فوت برنت والباسيف فوت برنت، وفور ايفر يعني للابد، وكلوز يعني دلائل، وايدنتيتي يعني هويه. everything you do online leaves نقط that create your digital footprint. كل حاجه انت بتعملها بتسيب ايه؟ بتسيب clues، يعني بتسيب ايه؟ اثار ودلائل. that create your digital footprint اللي بتعمل الفوت برنت بتاعتك. this footprint helps build your online، بتخليك او بتساعد انها تبني your online ايه؟ your online identity. يبقى نمبر 2 هتبقى identity. and not footprint is when you post a photo. الايه الاكتف ولا الباسيف لما انت تنزل صوره؟ لا انت نزلت الصوره بمعرفتك بدرايتك، يبقى ايه؟ يبقى اكتف. يبقى نمبر 3 هتبقى active footprint. while a not one is when a website collects your data. لما يجي كده موقع ايه؟ يلم داتا ويلم بيانات عنك بدون علمك، يبقى ايه؟ دي باسيف. يبقى نمبر 4 هتبقى باسيف. remember to be careful. خلي بالك ان انت لازم تكون حريص as your post can be online، لان البوستات بتاعتك ممكن تكون اونلاين ايه؟ للابد، وللابد يعني forever. نيجي لسؤال القطعة. your digital footprint is the trail of data you leave behind when you use the internet. لما بتستخدم الانترنت الديجيتال footprint هي اللي بتسيب اثر ايه؟ وراك. it includes things you post. طيب it هنا عايدة على مين؟ عايدة على الديجيتال footprint. things you post like photos on social media but also passive data like when a website tracks your visits. انت اي حاجه بتعملها بتسيب اثر وراك، زي ايه مثلا؟ لما بتعمل لايك على صور معينه على السوشيال ميديا، وبتبقى باسيف داتا برضو like when a website tracks your visit. tracks يعني يتعقب، يعني ايه؟ بتراقبك المواقع اللي انت ايه؟ بتزورها. this information can be seen by many people so it's important to manage your online identity carefully. خلي بالك ان انت تكون حريص على اي حاجه بتعملها على الانترنت. a positive وعكسها نيجاتيف. positive يعني ايجابي وعكسها نيجاتيف. digital footprint can show that you are a smart and kind person. الديجيتال footprint بتاعتك ممكن تبين ان انت smart يعني ذكي، وkind يعني مؤدب او عطوف. however posting unkind or unsafe things can create a negative impression، يعني انطباع سلبي. impression يعني انطباع، ونيجاتيف يعني سلبي. that lasts forever. يعني ايه lasts forever؟ يعني يبقى للأبد. always think before you post. دايما فكر قبل ما تنزل أي حاجة. تعالوا نحل. a website tracking your visit is an example of ان هو الويب سايت او الموقع ان هو يتعقب الداتا بتاعتك او البيانات بتاعتك، يبقى ده ايه؟ يبقى ده passive data. the underlined word positive is the opposite. opposite يعني عايز عكس، عايز مضاد، عايز antonym. عكس positive عكسها negative، يعني دي ايجابي ودي سلبي. what is the main idea of the text؟ التكست اللي احنا قلنا عليها دي كانت بتتكلم عن ايه؟ احنا هنا اتكلمنا عن الديجيتال فوت برنت، واتكلمنا عن المواقع اللي بتعمل لك تراكنج، اللي هي بتتعقب الحاجات اللي انت بتعملها، وقلنا ان البوزيتيف فوت برنت او الاكتيف فوت برنت والباسيف فوت برنت. فممكن نقول ايه مثلا؟ نقول digital
footprint. يعني الفوت برنت بتاعتك او البصمات بتاعتك اللي هي الايه الرقميه على الانترنت. What does the underlined pronoun it refer to؟ كانت عايده على مين it كانت عايده على الديجيتال فوت برنت. برضو الاجابه هتبقى digital footprint. What are two examples of a digital footprint mentioned in the text؟ الديجيتال فوت برنت كان ليها حاجتين، ايه هما اللي هما جابوه لنا هنا؟ كانت a positive footprint او digital footprint can show that you are smart and kind. ماشي، كان هنا في حاجتين، ايه هما؟ كانت الاكتف والباسيف. الاكتف لما تنزل حاجه انت بتعملها، والباسيف لما حاجه ايه يتعقبك مثلا الايه الويب سايت. يبقى هنا اقول مثلا active footprint and passive footprint. كان في نوعين منهم اللي هو الاكتف والايه والباسيف. Why is it important to manage your digital footprint؟ ليه لازم ان انت تعمل مانج للايه للفوت برنت بتاعتك؟ because او it can last forever، عشان ممكن تكون موجودة للأبد. My homework do every evening. عايز اقول لك ان الواجب بتاعي بيعمل ولا بيتعمل؟ بيتعمل، يبقى باسيف. طب وهومورك مفرد ولا جمع؟ مفرد، تاخد ام ولا از ولا ار؟ تاخد از يا مستر، ويجي بعدها تصريف ثالث. التصريف الثالث من دول انا ممكن هيقع. التصريف الثالث من دول هو done، do did done. The classroom windows should clean every week. عايز اقول لك كل اسبوع الشبابيك بتاعه الفصل لازم تتنظف. يبقى should clean ولا should be cleaned؟ should be cleaned. should be والتصريف الثالث لانها باسيف مش هتنظف نفسها بنفسها. important data is save ولا saved؟ لا، هنا دي مبنيه للمجهول فاز يجي بعدها تصريف ثالث pp، يبقى is saved. unkind comments shouldn't write online. هنا عايز اقول ما ينفعش تتكتب باسف برضو، يبقى هجيب shouldn't والتصريف الثالث من write هو ايه؟ write wrote written. نيجي للديالوج. دانا منى is talking to her older sister دانا about her digital footprint. منى ودانا بيتكلموا مع بعض عن الديجيتال ايه footprint. فبتقول لها ايه دانا can you explain what a digital footprint is؟ ممكن تشرحي لي الديجيتال footprint دي ايه تعتبر ايه؟ فشرحت لها، فسألتها سؤال قالت yes it includes posts photos and also passive data. That's interesting، يعني دي حاجة كويسة. فسألتها سؤال قالت because people can see it and get an idea of who you are. So should I be careful with what I post؟ لازم أكون حريصة على الحاجة اللي أنا بنزلها. فردت عليها always think before you share thanks for your advice، يعني شكرا على النصيحة. تعالوا إيه نحل. دانا can you explain what a digital footprint is؟ فهتقول لها إيه footprint is everything، كل حاجة you do بتعمليها اونلاين على الانترنت. فسألتها سؤال قالت yes it includes posts photos and also passive data. او ممكن تقول لها بقى ايه is it، او مش سيبك من is it، عايز اقول لها هل هي بتحتوي على الحاجات زي الفوتوز مثلا والفيديوز اللي انا بعملها او الباسيف داتا اللي موجوده. فهتقول لها مثلا ايه does it include posts and photos؟ هل احنا قلنا ده كله برضو بيتضمن الفوتوز اللي هي الصور والبوستس اللي انا بنزلها؟ فقالت لها yes it includes posts photos and also passive data. طب وليه سألت بدز يا مستر؟ عشان دز هنا ده مضارع بسيط، فهسأل بدز بعد كده it وبعد كده الفعل فين؟ في المصدر. That's interesting. فسألتها سؤال قالت because people can see it and get an idea of who you are. ممكن تسألها تقول لها مثلا هي ليه مهمة؟ قالت لها مهمة علشان الناس ممكن تشوف أو تاخد فكرة عن الشخصية بتاعتك أو عنك. يبقى مثلا هتقول لها that's interesting
تقول لها ايه؟ why is it important؟ ليه هي مهمة؟ ونحط الكويستشن مارك عشان تبان. So should I be careful with what I post؟ هو لازم أكون حريص على الحاجة اللي بنزلها. هيقول لها مثلا yes you should be careful. نعم لازم تكوني ايه؟ لازم تكوني حريصة. الواي think before you share. لازم تفكري دايما قبل ما تعملي شير لأي حاجة. thanks for your advice هتقول لها مثلا you are welcome أو no problem زي ما بنكتبها كل مرة، يعني لا مشكلة أو مفيش مشكلة. تمام، ده كان الاكسرسايز على lesson 3. يلا بينا نحل الاكسرسايز بتاع 4 و5 أو 5 و6. اللي احنا حليناه كان على 3 و4 واللي هنحله دلوقتي على 5 و6. هقول لك الصفحة حالا. الاكسرسايز على lesson 5 و6 بيج كام يا مستر؟ بيج 88. ونبدأ أول سؤال معانا بيقول a hacker اللي هو الهاكر يعني might try to not into your account if your password is weak. لو الباسورد بتاعك ضعيف الهاكر ممكن يحاول ان هو ايه into your account post ولا هاك ولا شير ولا اجري. لا، ممكن يهكره يبقى hack into your account. You should use a strong password to keep your email. عشان تخلي الايميل بتاعك ايه لازم تستخدم باسورد قوي secure عشان تخليه آمن. Think carefully before you post because your digital footprint is. فكر كويس قبل ما تنزل اي حاجة علشان الديجيتال فوت برنت بتاعتك ايه مؤقتة ولا دائمة؟ لا دائمة يا مستر، يبقى temporary يعني مؤقت مش هتنفع. يبقى انهي واحدة اللي هتنفع؟ permanent بمعنى دائم. It's a not thought that someone might try to steal your data. يعني حاجة مخيفة ان شخص معين ممكن يسرق الداتا بتاعتك او البيانات بتاعتك. يبقى scary بمعنى مخيف. Our personal data not be protected when we are online. عايز اقول لك لازم تكون ايه محمية. يبقى ايه be protected يبقى should be protected. should be protected بمعنى ان لازم تكون محمية. should be والتصريف الكامل التالت يبقى should be protected. The latest software updates not installed to keep devices secure. عايز اقول لك انها لازم تتحمل. software updates جمع صح؟ تاخد ام ولا از ولا ار؟ تاخد ام ولا از ولا ار؟ تاخد ار مش تاخد از، وبعدها التصريف الكامل التالت اللي هو الانستول. To keep your online account secure عشان تخلي الاكونتات الاونلاين بتاعتك مؤمنة you need to use strong. لازم تستخدم strong ايه؟ passwords. Also check your not settings to control what others can see. لازم برضو تشوف السيتنجز او الاعدادات بتاعت الايه؟ بتاعت البرايفسي اللي هي الايه؟ الخصوصية. everything you do online leaves a. كل حاجة بتعملها بتسيب ايه؟ بتسيب a trace. يعني ايه trace؟ يعني اثر او تعقب. My friend was careless. كان صاحبي كان مهمل and his account was not last week. والاكونت بتاعه ايه؟ اتهكر. يبقى نمبر 4 هتبقى hacked. نشوف سؤال الباسج او القطعة. هانا and سلمى are discussing how to be careful online. بيتكلموا او بيتناقشوا ازاي نكون محميين على او نكون حريصين ايه اونلاين. هانا believes that using strong passwords is the most important step to stay secure. هانا بتعتقد ان اهم نقطة او اهم خطوة لازم نتخذها ان احنا ايه نكون ايه نستخدم using strong password يعني نستخدم باسورد قوية. She also makes sure her privacy settings are set properly so that only her friends can see what she posts. وبرضه بتخلي البرايفسي سيتنجز او الاعدادات بتاعتها ان اصحابها بس هم اللي يشوفوا ايه الحاجات اللي هي بتنزلها. شي هنا عايده على مين يا مستر؟ عايده على مين؟ عايده على هنا. so that only your friends can see what she posts. سلمى agrees. سلمى برضه بتوافق على الكلام بتاعها but she adds that updating software is also very important. ان انت تعمل ابديت وتحدث السوفت وير دي حاجه ايه برضه ايه مهمه. She explains that all the software can put your device at risk. بيخلي الديفايس بتاعك فين؟ at risk. و at risk قلنا يعني ايه؟ في خطر. because hackers can use it to steal your data. والهاكرز او الناس اللي بتهكر
ممكن يستخدموها انها ايه؟ يسرقوا الداتا بتاعتك او البيانات بتاعتك. Both friends agree that thinking before you post is a golden rule. A golden rule يعني ايه؟ قاعدة ذهبية، ان انت تفكر دايما قبل ما تنزل اي حاجة. As anything shared online can be found and traced even years later. يعني بعد سنوات ممكن ايه؟ يتعقبوا حاجة معينة. طيب according to سلمى، بالنسبة لسلمى بقى what can put your device at risk؟ ايه اللي كان بيخلي الديفايس بيتحط في الخطر بسبب الايه؟ الاولد سوفت وير. فسلمى قالت ان احنا لازم ايه؟ نحدث السوفت وير ايه دايما. the underlined pronoun she refers to، she قلنا عايدة على مين؟ عايدة على هنا. what is the main idea of the text؟ ازاي تكون ايه؟ how to be careful online. هما كانوا بيتكلموا عن الموضوع ده how to be careful online. What are two things Hannah does to stay secure؟ هانا كانت بتعمل ايه؟ كانت بتستخدم ايه؟ use. She uses strong passwords and makes sure of privacy settings. يعني بتخلي بالها من الايه؟ من السيتنجز بتاعت مين؟ بتاعت البوستات اللي بتنزلها، بتخلي الفريندز بس بتوعهم هم اللي ايه؟ اللي يشوفوه. Why does Salma think updating software is important؟ ليه بتعتقد ان احنا لما نحدث السوفت وير هيكون حاجه مهمه؟ علشان قلنا عشان الهاكرز لو لقوا ان السوفت وير قديم ممكن يستخدموه ان هم ايه؟ يسرقوا الداتا بتاعتنا. اهو بص because hackers can use it to steal your data. ممكن يستخدموها ان هم ايه؟ يسرقوا الداتا بتاعتك. What is the golden rule both friends agree on؟ ايه القاعده الذهبيه اللي هما الاثنين متفقين عليها؟ anything shared online can be found and traced. يبقى انهي واحده بقى؟ thinking before you post، يعني انت تفكر دايما قبل ما تنزل اي حاجه على الانترنت. هي دي القاعده الذهبيه اللي هما الاثنين ايه؟ بيتفقوا عليها. your full name shouldn't be shared online. shouldn't be بيجي بعدها التصريف الكام؟ الثالث، يبقى shared. my homework due every evening لسه حلنا، يبقى is done. hands should wash before and after meals. عايز اقول لك اليدين لازم يتم غسلهم، يبقى ايه؟ should. بعد كده be، وبعد كده التصريف الكام يا مستر؟ التالت wash washed. is the classroom clean by the workers every day؟ ادي is وادي الاوبجكت، يبقى هنا احط التصريف الكام؟ التالت. التصريف التالت من clean هو cleaned. نيجي لسؤال الديالوج. عادل is talking to his father about how to stay secure online. عادل بيتكلم باباه ازاي يكون آمن على الانترنت. Dad, can I ask you أو can I ask for advice أو your advice؟ ممكن أسألك على النصيحة أو أطلب منك نصيحة يعني. I want to know how to keep my account secure. قال له بقى first وبعد كده سأله سؤال، قال له I think so but I'm not sure if they are complex enough. They should have letters, numbers and symbols. لازم يكون فيهم رموز وارقام وايه تاني؟ وليترز يعني حروف. يبقى كده بيتكلموا عن الايه؟ عن الباسوردز. That's a great tip. دي نصيحة عظيمة. You should also check your privacy settings on every app you use. فقال له او رد عليه I will do that right now. انا هعمل كده ايه دلوقتي. Good. It's important to be careful online. من المهم ان انت تكون حريص ايه؟ اونلاين. I agree. Thanks. ده شكرا يا بابا. طيب can I ask you او can I ask for your advice؟ ممكن اسال عن النصيحه بتاعتك. فبابا يرد عليه يقول له sure بالتاكيد. I want to know how to keep my accounts secure. فقال له اولا، بعد كده ساله سؤال قال له I think so but I'm not sure if they are complex enough. يبقى هنا بيتكلم عن الباسورد، فيقول له هل الباسوردز بتاعتك او الباسورد بتاعك قوي؟ يبقى هيقول له ايه؟ is your password strong enough؟ هو الباسورد بتاعك قوي كفايه ان هو يكون قوي ان محدش يهكره يعني؟ قال له I think so but I'm not sure if they are complex enough. انا مش متاكد هل هم الباسورد ده معقد كفايه ولا لا.
قال له they should have letters، لازم يكون فيهم letters يعني حروف، numbers ارقام، و symbols اللي هي الايه الرموز. That's a great tip، دي نصيحة كويسة. فسأله سؤال قال له you should also check your privacy setting، فهيقول له ايه الحاجة التانية اللي اقدر اعملها؟ هيقول له مثلا ايه what else، وايه كمان اللي اقدر اعمله؟ قال له you should also check your privacy settings on every app you use، كل ابلكيشن بتستخدمه لازم تشوف الايه اعدادات الخصوصيه. فرد عليه قال له I will do it right now، فمثلا ممكن يقول له ايه that's great، يعني دي حاجه عظيمه او كويسه، انا هعمل كده دلوقتي. بعد كده it's very important to be careful online، يعني انت لازم تكون حريص اونلاين. فيقول له I agree thanks that، فيقول له ايه you are welcome، يعني على الرحب والايه والسعه. طيب تمام، احنا كده خلصنا حل كتاب المعاصر في يونت 2، حلينا مع بعض ليسون 3 و4 وليسون 5 و6. ده كان يونت 2 كله حليناه على اليوتيوب مع المعاصر، ومكملين ان شاء الله باقي الفيديوهات، هنحل باقي اليونتات لحد اخر الترم باذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.